لو الزمالك خسر الدوري هيبقى السبب انبي اللي قدر يعطل الزمالك ذهابا وايابا. لجماهير نادي الزمالك دخلت مرحله الشك مع فريق نادي الزمالك في الحصول على الدوري الممتاز بعد مباراه انبي اللي انبي قدم شوط اول عالمي، والزمالك لا يلومن الا نفسه. لك ان تتخيل نادي الزمالك مضيع اكتر من 6-7 فرص محققه في الشوط الثاني، اكتر من 12 ركنيه لنادي الزمالك لم تستغل لا من خلال عبد الله السعيد ولا من خلال احمد فتوح. علامات استفهام كثيره على تغييرات الكابتن معتمد جمال النهارده. بزيرة لو بيلعب بنص رجل هو احسن واحد في الفريق، المفروض تخليه لنهايه المباراه. صبرت على عبد الله السعيد كتير، صبرت على شيكوبانزا اكتر. احمد فتوح النهارده اللي قدم مباراه عالميه، لكن كل اللي يخص جماهير نادي الزمالك ان الزمالك فقد نقطتين مهمين للحصول على الدوري، وده سببه الفرحه الزايده بعد مباراه بيراميدز. لعيبه نادي الزمالك دخلت النهارده كسبانه المباراه وعندها ثقه ان هي خلاص خدت الدوري. الزمالك افرط في الفرحه بعد مباراه بيراميدز. دلوقتي كل الفرق ليها حظوظ في الحصول على الدوري الممتاز بعد تعطل الفارس الابيض. وانبي النهارده اللي كان كلمه السر وعمل مباراه قويه من خلال مدربه اللي لازم نحييه الكابتن حمزه الجمل. النهارده الدوري بقي له طعم. توقعاتك الاهلي هيستغل الفرصه مع بيراميدز ولا بيراميدز هيكون لراي تاني؟ جماهير النادي الاهلي كلها دلوقتي بتقول خلاص الزمالك عمل اللي عليه والكوره رجعت في رجلين اللعيبه هي اللي ممكن تخلص الدوري. توقعاتك لمباراه الاهلي وبيراميدز عايز اسمع رايك في الكومنتات. سلام.